يا صباح الورد على احلى متابعين في صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوني. رجعلكوا كده في فيديو جديد بعد غياب. هنعمل مع بعض كده حبايبي القشطوطة التحفة اللي انتوا شايفينها دي. اول مرة اعملها واول مرة اجربها، والنتيجة طلعت تحفة وطعمها فوق الخيال. جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وطعمها في منتهى الجمال، طرية طراوة كده وبتدوب دوبان في البق. هتجربوها مش هتبطلوا تعملوها من حلاوتها يا احلى متابعين في الدنيا. يلا حبايبي اللي لسه ما اشتركش في قناتي ياريت يدخل يشترك في القناه ويدعمني بلايك كده حلو زيه، عشان اي حاجه بننزلها يوصلكم بيها يا اشعار يا احلى متابعين في الدنيا. شايفين الطراوه وشايفين الحلاوه وشايفين القطعه عامله ازاي، طعمها جميل جدا. اما تجربوها تعملوها على طول. وشايفين بيضة من جوه كده ازاي الكيكة معانا، طريقة سهلة وبسيطة. يلا نسمي بسم الله. ومعانا كده نبتدي في اول طبقة من القشطوطة. عندي هنا طبعا جبت اسبونج جاهز، ممكن ان احنا نعمل كيكاية بس طالعة بالاسبونج طعمها في منتهى الجمال وخفيفة. يعني بصوا الاسبونج ايه، يعني بنجيب الاسبونج ونحط عليه البيض وشوية فانيليا وشوية المية وخلاص، وبتطلع معانا احلى كيكاية. هنا بندخل الدقيق مرة واتنين وتلاتة، عشان كل ما دخلنا الدقيق كل ما الكيكاية طلعت معانا هشة كده ومرتفعة وتطلع معانا حلوة. عشان زفرت البيض يا حبايبي نزلت كده ايه بشوية كده من الخل، معلقة صغيرة كده خل، ونزلت طبعا برشة فانيليا. الخل عشان يمنع لي اي زفارة بيض. واحدة واحدة نتابع الخطوات وتطلع معانا احلى قشطوطة. نزلت كده بثلاث بيضات على الدقيق الاسبونج الجاهز، وعندي نص كوباية مية، نص كوباية مية عادية خالص من الحنفية. وهناخد بقى الكلام ده كله ونضربه، ولا هضيف بقى ولا زيت ولا سمنة ولا لبن ولا اي حاجة من دي، ولا سكر، لان طبعا الاسبونج بيبقى فيه السكر وبيبقى فيه كل حاجة. ما بنضيفش بس الا البيض ورشة الفانيليا والمية. هنفضل بقى نضرب كده بالمضرب لحد كده الخليط كده ايه ما يعمل فوم كده معانا وينضرب كده كويس. نقلب كده الطبق او البولة اللي احنا بنضرب فيها يبقى كده متماسك وما يتقلبش. اهو واحدة واحدة كده يا حبايبي مع بعض. لايك بقى حبايبي وشير للفيديو. شايفين علا وعمل فوم ازاي. او نفضل نضرب فيه كده ما نستعجلش لحد ما يعمل الفوم اللي انتوا شايفينه ده كده يا حبايبي. كده بقى ايه بقى جاهز معايا. هنجيب بقى كده الصينيه اللي احنا هنعمل فيها. شايفين كده ايه الصينيه، جبت الصينيه التيفال دي. لو عندكم كمان صينيه ألمونيا بتطلع في الكيكه الصينيه الألمونيا في منتهى الجمال، وبتبقى الكيكه مرتفعه كمان. والألمونيا عايزه اقول لكم بيوزع الحراره حلو. هنزل كده بالسبونج، حطيت طبعا ورقه كده من الزبده. شايفين الخليط عامل معايا ازاي. الله على الجمال. بنزل كده بكل اللي في الطبق معايا مخليش اي حاجة، وهوزع بالسباتولا كده زي ما انتوا شايفين. وزعته. لو حاسين اللي هو مش بيتوزع بسهولة ممكن كمان اللي احنا نجيب معلقة وبالراحة خالص هيتوزع معانا بكل سهولة. اهو شايفين طبعا مسخنين الفرن يا حبايبي عشان ايه يسخن معانا. دخلنا الكيكاية في الفرن. يلا نعمل الطبقة التانية وهي الكريمة. وهنا الكريمة طبعا ملهاش مقدار معين، تقدري تعملي اللي انت عايزاه. انا خدت كده ايه شوية كده او كوباية صغيرة، وما خدتش كمان كل الكمية اللي مش كل كمية الكريم شانتيه اللي انا ضربتها استخدمتها، اتبقى معايا كمان. وهنا بنزل طبعا بالمية بالتدريج. عايزين اللي احنا نضيف على الكريم شانتيه لبن سادة خالص من غير مية نضيف، ممكن نضيف كمان مية بس، وممكن نضيف لبن على مية زي ما انا عملت. ضفت شوية لبن وشوية مية.
هفضل بقى اضرب كده ده طبعا كريم شانتيه خام، مش اللي هو الجاهز في الاكياس. هنفضل نضرب بالشكل ده كده حبايبي. ننزل بقى بالمية بالتدريج، ليه؟ عشان ما يبقاش خفيف معانا، ويبقى كريم شانتيه كده متماسك. نزلت كده برشة كده من الفانيليا، وبكمل كده ضرب كده. نضرب معايا. هنا كان عندي بقى حوالي كده ضربت حوالي كده معلقتين كبار من السكر البودرة، طبعا كنت نسيت احطه في الاول، فعادي خالص. طحنت كده معلقتين، وهنضرب معايا كده في الكريم شانتيه. الكريم شانتيه جاهز ما بيتحطلوش سكر عشان هو بيكون فيه سكر. وبكمل كده ضرب زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. لايك بقى حبايبي للي وصل معايا لحد هنا. مستمرية في الضرب كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا المية او اللبن اللي احنا استخدمناها لازم تكون ساقعة، ما ينفعش مية باردة من الحنفية، لازم تكون ساقعة كده حاطينها في التلاجة. شايفين بقلبها اهوت متماسك عشان انضرب كويس. هنا كده طبعا عندي اللبن، كوبايتين كده من اللبن. هنضيف طبعا القشطوطة، ممكن بيضيفوا على اللبن حليب مكثف، بس طبعا مش عايزين نعمل حليب مكثف، مش عايزين نكلف نفسنا اكتر من كده. هي هنحليها بشوية سكر، مش عايزين كمان تضيفوا السكر، ويعني مش حابين حاجة مسكرة ما تضيفوش خالص. هنا بقى كنت بغسل هنا كنت عايزة انقل الكيكاية في صينية تانية، وجبت بقى البايركس اللي انتوا شفتونه ده كنت بشطفه. وهنا ضفت برضو كوباية اللبن التانية اهيت على بعد ما دوبت السكر. شايفين الكيكاية دي طبعا بعد ما بردت تماما. عايزه اقول لكم الكيكه الاسفنجيه كانت طريه. هنا بشيل ورقه الزبده، بصوا شايفين جميله ازاي ومرتفعه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بصوا الطراوه. هنا كنت هقلبها فقلت لا اخليها كده زي ما هي، بس عايزه انقلها بقى في الصينيه اللي انتوا شايفينها دي كده حبايبي. هنا بقيس بقى الكيكايه على قد على قد كده الصينيه، وهقطع بقى بالسكينه. شايفين قلبها ابيض ازاي. عايزه اقول لكم الحروف اللي احنا شلناها دي طبعا مش بتترمي، ممكن احنا اللي نعملها. ممكن كنت عملت الصينيه بالظبط كده وعملتها في الصينيه التيفال، بس قلت هنا تبقى شكلها احلى. هنا كنت بقى مقطعه الكيكايه، بس كانت عايزه كده قطعتها صغيره شويه عن الصينيه، اخدت طبعا كده جزء كده من اللي انا قطعته وحطيته في الجناب. هنا طبعا جبت بقى هنا الشوكه وبخرم كده الكيكايه كده من فوق، عشان لما اضيف اللبن طبعا يا حبايبي اللبن ساقع مش سخن. لو حطينا اللبن سخن هيعجن لنا الكيكايه بتاعتنا. وبوزع كده كل الكميه كده على الكيكه عشان تتشرب اللبن وتبقى طريه كده وجميله. بصوا الطراوه. هنا وزعت كده كميه اللبن اللي انا ضفتها. هنجيب بقى كده الطبقه التانية وهي الكريمه، وهنوزع زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. الله على الجمال. وبرضو منحطش طبقة كريمة عالية، يعني نحط كده في المعقول طبقة كده مناسبة زي ما انتوا شايفين. يعني مش قلنا ضربنا بقى الكريمة ونحط، لا، طبقة كده تبقى مناسبة كده بتبقى حلوة. واللي يتبقى مننا بنشيله في الفريزر عادي، ممكن نبقى نستخدمه في اي نوع حلويات احنا عاملينه.
عملنا كيكايه مثلا بالشوكولاته، عملنا كيكايه تانية نستخدمه ونطلعه من الفريزر هيبقى جاهز معانا. هنا كده كنت بحاول برضو اسوي بالسكينه، سويتها كده ودخلتها التلاجة. يلا بينا على الطبقة التالتة وهي الكراميل. وعايزة اقول لكم ملحوظة يا حبايبي، انا ما عملتش الكراميل اخر حاجة، انا عملت الكراميل اول حاجة، بس خليته لكم كده في الاخر عشان نشوف الخطوات وما نتلخبطش مع بعض. نصيحة يعني، عشان بقى الكراميل بيحتاج اللي هو يبرد كده ونحطه في التلاجة يسقع شوية، فنصيحة لما نيجي نعمل الكراميل اول حاجة. هنا حطيت برضو كوباية كده من السكر، حطيت عليها معلقة مية كده عشان السكر يدوب اهو زي ما انتوا شايفين، وكده نخلي السكر كده يتكرمل زي ما انتوا شايفين، خد اللون الفاتح مش اللون الغامق جامد، عشان لو غمق جامد هيبقى الكراميل والسكر معايا ممرر. ومعلقة الزبدة اللي انتوا شايفينها دي كده ضفتها وبقلب برضو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، بقلب بدوب مكعب الزبدة او معلقة الزبدة، تديلها طعم جميل. عندي بقى هنا كوباية لبن، هنحس اللي هو بقى كده متكتل زي ما انتوا شايفين، بصوا عامل ازاي، كل ده هيفك. طبعا كده شلته من على النار ورجعته تاني اهو. بص هنفضل بقى اللي احنا نقلب برضو لحد كده السكر ما يدوب معايا وما يبقاش فيه اي تكتلات. دوبت كده حبايبي التكتلات اللي في الكريم كراميل. عندي بقى هنا ربع كوباية او شوية مية صغيرين، هندوب فيه معلقة صغيرة من النشا، وربع كوباية المية تكون ساقعة برضو او من الحنفية، ونزلنا بيها على الكراميل يغلي معانا كده ويتقل. وهننزل برضو هنضيف برضو فانيليا، بس طبعا كده نخليه كده الكراميل كده شوية على النار اهو لحد كده ما يتقل معايا شوية. طبعا لما بيبقى سخن بنحس كده اللي هو خفيف، لكن عايزه اقول لكم بعد ما يبرد هيبقى تقيل كده ويبقى في منتهى الجمال. هنا طبعا كنت طفيت عليه خلاص، بصوا ده هو كمان هيتقل عن يعني بصوا عن ما انتوا شايفينه كده بعد ما نسيبه في التلاجة، لكن هو عشان لسه سخن. بصوا هنضيف بقى الفانيليا، رشة فانيليا تدينا ريحة وطعم، وهنضيف كمان ذرة بسيطة خالص من الملح. شايفين هي كانت على صبعي كده او في ايديا وريتها لكم، حاجة بسيطة كده حبايبي. يا طلعنا كده الكيكاية من التلاجة. وهنا شايفين الكراميل اللي بعد ما سيبناه في التلاجة وتقل وبرد معايا، بصوا القوام بتاعه شايفين نزل عامل ازاي. وكمان مش هستخدم الكراميل كله، بنزل كده بس الاول بشوية هوزع. شايفين تقيل وجميل ومتماسك ازاي. هنحط برضو كده شوية كمان، ووزعت الكراميل. مخلين بقى شوية كريمة كده برضو من اللي كانت متبقية معانا. وهنحط بقى، ما عندناش كيس حلواني، في كيس لبن زي ما انا مستخدمة كده حبايبي، وهنوزع نعمل كده خطوط رفيعة كده زي ما انتوا شايفين. الله على الجمال، عملنا القشطوطة وطلعت تحفة. هنجيب بقى كده خلة شيش طاووق، وهنعمل بقى كده رايح جاي كده زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، تدينا الشكل الجميل زي ما بنشتريها وزي ما بنشوفها. خلصت معانا هندخلها برضو التلاجة وناكل احلى قشطوطة زي ما شفتوها في اول الفيديو. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، متنسوش بقى حبايبي في لايك وتدعموني كده ان شاء الله، واستنوني في فيديو جديد يا احلى متابعين.